تعال بقى اقعد معايا واسمع الحكايه دي. تخيل معايا ان اوروبا كلها حرفيا كلها كانت مهدده بالفناء بسبب مرض مرعب. الناس بتموت في الشوارع والمدن بتتقفل بالكامل، وكل اللي يلمس مريض واحد كان بيتنقل له الموت حرفيا، والعالم كله كان واقف عاجز الا شخص واحد بس، طبيب مصري مسلم، طبيب من عندنا من العالم العربي، قدر يوقف الكارثه اللي كانت هتمحي نص قاره اوروبا. النهارده هحكي القصه اللي محدش حكاها، وهسيب لك المصادر بتاعتها في صندوق الوصف. قصه الدكتور المصري علي بن رضوان، الراجل اللي انقذ اوروبا من الطاعون وغير مصير البشريه. الراجل ده اتولد في مصر في القرن العاشر الميلادي، بالتحديد سنه 998 تقريبا. كان فقير بس كان عنده شغف غير طبيعي بالعلم، واوروبيين كتير كانوا بيعتبروا كتبه مراجع طبيه اساسيه، وده في وقت كانت فيه اوروبا كانت غرقانه في الجهل. في منتصف القرن ال11 اوروبا تعرضت لاكبر كارثه صحيه في تاريخها، الطاعون، مرض بيموت الالاف يوميا ومفيش علاج ولا في حتى تفسير. والكنيسه وقتها قالت ان ده غضب من الله، لكن العالم العربي وقتها كان عنده طب متقدم جدا، وكان في راجل اسمه علي بن رضوان كان وقتها بيكتب ويشرح اصول الطب. وعلي بن رضوان كتب كتاب مهم جدا، والكتاب اسمه شرح ابوقراط في الاوبئه. الكتاب بيشرح بالتفصيل طريقه انتشار الاوبئه المعديه وخاصه الطاعون، والكتاب كان بيأكد على اهميه العزل الصحي واهميه النظافه الشخصيه والعوامل الجويه اللي بتساعد في انتشار المرض، وطرق تقويه المناعه بالغذاء والدواء، وده قبل ما اوروبا حتى تعرف يعني ايه عدوى. والكتاب اتنقل لاوروبا عن طريق الاندلس، وهناك اترجم للاتينيه وبقى مصدر الهام لاطباء اوروبا في مواجهه الطاعون. للاسف كتير من العلماء العرب اللي انقذوا العالم اتدفن ذكرهم وسط هيمنه الغرب على الروايه التاريخيه، لكن لما رجع المؤرخين الاوروبيين لكتب الطب الوسيطه اكتشفوا ان كتير من الاجراءات اللي انقذت اوروبا من الطاعون كانت مبنيه على افكار علي بن رضوان. حتى المؤرخ الالماني ماكس مايرهوف قال علي بن رضوان كان واحد من اعظم اطباء العصور الوسطى، ومساهماته ساعدت اوروبا على فهم الطاعون. في وقت ما كانت اوروبا بتدفن موتاها بالجمله، كان في طبيب مصري بيكتب على ضوء الشمعة عشان ينقذ العالم، طبيب مصري مسلم علم العالم يعني ايه طب ويعني ايه مواجهة وباء. ولما حد يقول لك ان احنا ما عندناش علماء ولا تاريخ، قول له يكفي ان كان عندنا علي بن رضوان، الراجل اللي انقذ اوروبا من الموت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشاركه عشان القصة دي توصل للناس اللي محتاجة تعرف الحقيقة.